النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر طوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله. طوى فراشه شو يعني؟ يعني ما فيش نوم، وإذا نام خليه على القاعد، يعني أنت وقاعد بتكبي لك شي 10 دقايق شي ربع ساعة وبتقوم رد مرة تانية. أنت كم مرة تعبت في العبادة؟ شو رأيكم بهال10 أيام اللي بقيانين ننوي نية حقيقية أنه أنا نويت أن أتعب في العبادة والإقبال على الله، مشان لما تسجد تقول له لربك وأنت ساجد: إلهي لقد أتعبت بدني من أجلك. قل له هيك. يا شباب، يا بنات، يا رجال، يا أخوات، بهال10 أيام والليالي إن استطعتم ألا يدخل نفس ولا يخرج نفس إلا مع ذكر الله افعلوا. 1. الفرائض 5 بالجامع، خلص قرار، يعني هذا الفرائض 5 بالجامع القريب عليك، قريب بعيد بدك تصلي 5 فرائض بالجامع. 2. لا تخرج من المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولو قطعت ولو مزقت، تعبان مكسر بدنك، مالك أدران، ما فيك حيل، حينقطع نفسك، معلش، هو ما حتموت، بس مرات النفس الكسلانة والنفس الأمارة بالسوء، لأنه هلأ الشياطين الكبار مصفدة، لكن مين اللي عم بيطلعك؟ نفسك. من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له عند الله حجة وعمرة تامة تامة تامة. شو بدك أحسن من كل يوم حجة وعمرة. رقم 3، كل أخ بيناتكم وكل أخت في كل يوم من أيام رمضان هذا ال10 لازم تتصدق بصدقة، كل يوم يعمل صدقة، لعل صدقتك توافق ليلة من ليالي القدر، قلت الصدقة أو كثرت. وخصوصي الدراويش بيناتنا، مين بده يتصدق؟ ما عاد بدنا من الزناقيل، أخي بدنا الدراويش يتصدق. صدق، خلي الله يراك تقطع عن نفسك لأجله. وشوف بعدين العطاء الإلهي، في عطاء فوق ما تتخيله. 4، ما أحد بيناتكم بيطلع من صلاة التراويح قبل 20 ركعة على أقل تقدير، هدول 20. ثم إن استطعت 20 تهجد في بيتك فافعل، أو في مسجد آخر افعل. أنتم بتعرفوا أنه في عباد موجودين بيصلوا كل ليلة بهال10 60 ركعة. ليش هن يصلوا 60 وأنت تصلي 8؟ يعني شو ناقصك وشو زايدهم؟ صلي يا أخي، صلي وأقبل على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، قد ما بدك خذ وقد ما بدك دع. رقم 5، كل يوم اجعل لنفسك على أقل، أكسل واحد بيناتنا يقرأ 3 أجزاء من القرآن الكريم، ب10 أيام بيكونوا ختمة. رقم 6، 1000 مرة أستغفر الله، 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 مرة لا إله إلا الله، 5000 مرة الله الله. هلأ أنا بدي أحكم شغلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في ال10 الأواخر من رمضان. في واحد من الرمضانات اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في ال10 الأول، فلما أراد الخروج قال له جبريل، عرض له جبريل وقال: الذي تطلبه أمامك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه في المسجد، فاعتكف 10 أيام. فلما أراد الخروج، صرنا 20 رمضان هلأ، عرض له جبريل قال: الذي تطلبه أمامك. فاعتكف ال10 الثالث من رمضان. يا أيها الإخوة، إذا رآنا الله عز وجل مقبلين عليه بأرواحنا، الله وكيلك أقسم بالله سيعطيك عطاء لا يخطر لك على بال. شوفوا يا شباب، أنتوا آمالكم محدودة، يعني هلا إذا بجيب كل واحد شو بدك أنت؟ بيقول والله أنا يعني الله يبعث لي بيت مرتب، الله يبعث لي سيارة منيحة، الله يبعث لي شغل منيح، الله يبعث لي عروس بنت حلال، يعني هذا شو بدي من رب العالمين؟ هي الشغلة. أقسم بالله سيعطيك فوق ما تتخيل، مو فوق ما تطلب. والله أنا أعرف شبابا ورجالا وهم حدثوني مو أعطاهم فوق ما يطلبون، فوق ما يتخيلون، يعني أنت ما بتتخيل هذا الشيء فيعطيك إياه. ليش؟ لأنك عاملت الله بطريقة خاصة فيعاملك الله بطريقة خاصة. وجربوا. والأخوات، ما استطعت في بيتك أن تتفرغي للعبادة افعلي، أن تتفرغي للصلاة افعلي، أن تتفرغي للذكر افعلي، ما استطعت أن تقلي من الكلام افعلي، ما استطعت أن تقلي من الاتصالات الهاتفية افعلي.